زي ما حكيت لكم قبل كده ان السنه اللي فاتت ما كنتش هعمل اطعام عشان الظروف، وفي لحظه ربنا رزقني بفلوس غطت الشهر كله. طبعا حمدت ربنا واتبسطت جدا وابتديت اجيب الطلبات، بس الظروف اثرت معايا عشان العلب اللي كنت بجيبها غليت قوي، وكنت عامله حسابي اعمل 1000 وجبه بس اللي عرفت اجيبه 200 علبه بس. وبعدين لقيت صفحه بتعمل اطعام، دخلت سالتهم لو عندهم حد عنده علب بسعر الجمله، لقيتهم بعتوا لي 800 علبه وقالوا لي سبحان الله دول جم زياده في الطلبيه، ومصنع العلب قال لهم حلال عليكم، وربنا حل المشكله من عنده. صدقني لو مش عايز حاجه ربنا هيديك كل حاجه. بيقولوا ان السمك في المنام رزق، صح؟ ورغم انه دبكه في انك تعمل وجبات الخير سمك، لكن اهالينا بيفرحوا قوي لما بنوزع عليهم وجبات مختلفه. اهلا بيكم يا اهل الخير في لقمه خير، وانا رشا مجاهد. نخش في الموضوع على طول عشان عندنا شغل كتير. يلا بينا نعمل 100 وجبه سمك في 3 ساعات بس. مقادير النهارده 100 سمكه بلطي، ودول طلعوا 35 كيلو سمك تقريبا. هنتبلهم بتوم وملح وفلفل وبابريكا وكمون وكزبره ناشفه وشطه وخل وليمون ونعناع ناشف، وطبعا دقيق ونشا عشان نحمرهم زي ما انتم شايفين كده. وطالما قلنا سمك يبقى الرز صياديه. احتاجنا 12 كيلو رز، لكل كيلو هنحط بصله ونحمرها لغايه ما تاخد لون بني غامق من غير ما نحرقها، بالظبط الدرجه اللي انتم شايفينها دي. بعد كده بنقلب فيها الرز والجزر المبشور وننزل عليهم بميه سخنه وملح وشويه كمون. رزقك مش بايدك، رزقك في سعيك زي السمك في البحر. اسعى واتعب لحد ما ربنا يخلي رزقك يشوفك. اشوفكم على خير في لقمه خير.